الرحلة على وشك الهبوط. مطار فيوميتشينو، روما، إيطاليا، أكبر مطار في البلاد ومن أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا. على رجال الأمن هنا التأهب. أرسل لي صورة. سرقت زجاجتي عطر، عليك أن تنتظر. لكن هناك تحديان بارزان: الهجرة خسرت كل نقودك لأن الوثيقتين مزورتان، والإتجار بالممنوعات. لا أظن هذا ضروريا. سنبدأ مع حقيبتك، الشرطة. مطار فيوميتشينو مركز رئيسي لدخول إيطاليا والاتحاد الأوروبي، مما يجعله نقطة رئيسية لدخول القارة غير القانونية. وثيقتك اليونانية ليست صالحة، تحققنا في الحاسوب وهي ليست صالحة. أو تهريب الممنوعات. ما هذه الأشياء البيضاء؟ لآلئ حكمة لأجل حياة طويلة. رحلات لا تتوقف على مدار الساعة طوال العام. وكذلك العمل المطلوب من عناصر الأمن في مطار فيوميتشينو. ممنوعات، لم يقبض عليه من قبل، ثم أتى إلى روما. مفاجأة. مطار فيوميتشينو، روما، إيطاليا. 436 تحلق الآن. يصل العاصمة مع أكثر من 200 وجهة حول العالم. يجب أن تبقى وحدة شرطة مكافحة الممنوعات يقظة، تراقب عن كثب مسارات تهريب الممنوعات الخطيرة. في المحطة الثالثة حطت رحلة من أمستردام للتو، وبدأ الضباط بعملية التدقيق. الوثائق. شكرا لك. شكرا، يوما جميلا. حسنا، شكرا لك. وصلتنا معلومة عن منسق أغاني قادم إلى إيطاليا لإحياء حفلين أو 3، ويشكون بأنه يهرب الممنوعات، لذلك قررنا أن نأخذه جانبا لنفتشه. شكرا. صباح الخير. صباح الخير. من أين قدمت؟ أمستردام. أمستردام؟ أجل. ما سبب الرحلة؟ العمل. العمل؟ أجل. نتظاهر بأننا نتحقق من المسافرين الواصلين، وحالما نتعرف عليه سنفصله عن البقية. ما هو عملك؟ منسق أغاني. منسق أغاني. انتظر هنا من فضلك. يقف المسافر جانبا، لكن يبدو أنه غير صبور. وداعا أيها الصغير. حسنا، هل نذهب؟ وسلوكه ينذر الضباط على الفور. تعال معنا. سوف... لماذا؟ سنفتش حقيبتك. من بين مئات الناس أنا الوحيد الذي يملك رسوما. قال من البداية أوقفتني بسبب الرسوم التي على جسدي. لم تنظر إلى أحد آخر قط. سافرت عبر أوروبا ولم يتم إيقافي إلا في إيطاليا. هل تظن أننا نتحامل عليك؟ يحصل هذا في إيطاليا فقط. يؤسفني أنك تشعر بهذا. تعال معنا، هيا. هل سيستغرق هذا وقتا طويلا؟ لدي موعد. في الوقت الحالي موعدك معنا، مفهوم؟ أجل. ينقل الضباط المسافر إلى المقر لإجراء تفتيش إضافي. يبدو أن العملية لن تكون سهلة. هذه مضيعة للوقت. هذه وجهة نظرك. إنها كذلك. هذا عمل الذي أتقاضى عليه أجرا. أنا لا. بينما نمشي باتجاه المحطة استمر بالتحدث إلينا وبلغة فيها تحد. تفضل بالدخول. لن يستغرق هذا سوى دقيقة. انزع حقيبة ظهرك، انزعها وضعها هنا. حاولنا تجاهله وعدم مجادلته بغرض إبقائه هادئا. هل يوجد شيء غريب بين أمتعتك؟ ملابس وأدوات عناية شخصية، سماعات أذن. لنفتشه أولا. أرتدي هذه بلا كمين. هذه ليست مشكلة، ليست مشكلة. هل تحمل شيئا لا ينبغي لك أن تحمله؟ أكل ما تحمله قانوني؟ لا يبدو أن المسافر يحمل شيئا غير قانونيا حتى الآن، لكن هذا ليس تفتيشا عشوائيا، لأن المعلومات قد وصلت من الشرطة وسلوكه لا يساعده. انزع حذاءك. استرخي. انزع حذاءك وحزامك. هل ستفتش كل شيء؟ زعم أننا تقصدناه بسبب مظهره، كأننا نتبع قانونا يقول إن أصحاب الرسومات يتورطون بنشاطات غير مشروعة، وهو أمر غير صحيح مطلقا. يمكنه أن يفعل ما يحلو له بجسده.
اعلم أن الوقت لم يتأخر على الاعتراف. بما أعترف؟ ليس هناك شيء لأعترف به. لن يعترف، كل ما يفعله هو الغناء واللعب والرقص. منسق أغانٍ. انتبه إلى السماعات، إنها مكلفة. تفتش الشرطة الآن أمتعة الرجل الشخصية. ما اسم الشخص الذي ينتظرك؟ ريكاردو. هل تملك رقم ريكاردو هذا؟ لا. تبدو إجابات الرجل مبهمة، قد يكون غير متعاون فحسب، أو ربما هناك شيء آخر. ضع حقيبتك هنا من فضلك. افتحها. كم من الوقت ستبقى هنا؟ بضعة أيام. بضعة أيام. بضعة أيام. إذن متى سيقام الحفل؟ في ليلة الغد. أكل شيء جاهز إذن؟ هل يتولون أمر كل شيء؟ أجل. هل تسمعهم القليل من كل شيء؟ أجهز مجموعة خاصة أو يسلمونني واحدة. كيف؟ لا أرى معدات هنا. هناك شيء يدعى الإنترنت. حقا لم أعلم ذلك. شكرا على إخباري، هذا لطف منك. تظهر القضية إشارات تحذيرية كثيرة، لكن الشرطة لم تجد شيئا غير قانونيا بعد. أنا أستحم، لذلك أملك مستحضرات عديدة. حسنا، يسرني أنك تستحم. انتقل الضباط إلى تفتيش حقيبة لوازم استحمام الرجل. عليهم أن يفتشوا بحذر. تشكل عبوات الشامبو والسوائل الأخرى مكانا جيدا لتهريب الممنوعات. ما هذه الكبسولات البيضاء بداخل الحقيبة؟ الحادية عشرة صباحا، المحطة الثالثة. تنفذ الشرطة الحكومية الإيطالية عملية تدقيق لجميع الرحلات التي تغادر إلى وجهات ضمن منطقة شنغن. اعذريني سيدتي، أوراقك من فضلك. هذه الطرق عالية الخطورة، إذ يفضلها من يحاول الدخول إلى أوروبا من دون الوثائق المناسبة. شكرا سيدي. تستجوب الشرطة ثنائيا يحاول السفر إلى دابلن، أيرلندا. في هذه القضية لدينا مسافر من كوسوفو يملك جنسية بريطانية، وامرأة تحمل هوية يونانية شرعية، لكن بصورة تم التلاعب بها. سنتمعن في التحقيق بالأمر. سلما هاتفيكما لو سمحتما. الدليل في هذه القضية هو أن المسافرة تحمل هوية يونانية تم التلاعب بها، ويرافقها مواطن بريطاني. هناك علامات تحذيرية، ويتقدم الضباط بحذر. ضعي حقيبتك هنا من فضلك. أولا، قرروا استجواب المسافرين كلا على حدة. هل تتحدثين الإيطالية قليلا؟ قليلا. هل تملكين وثائق أخرى؟ لا. رخصة قيادة؟ لا. أوراقك اليونانية ليست صالحة. لماذا؟ حسنا، لماذا؟ تفحصناها عبر الحاسوب وهي ليست صالحة. حسنا، لا. حسنا. يفتش الضابط حقيبة المسافرة بحثا عن أي شيء يكشف هويتها الحقيقية. متى وصلت إلى إيطاليا؟ منذ يومين. روما. هل معك تذكرة؟ أتملكين تذكرة؟ لا. لا تحملين تذكرة. حسنا، أين نمت خلال هذين اليومين؟ في الفنادق. ما اسم الفندق؟ لا تعرفين؟ أنت لا تقولين الحقيقة. هيا، بإمكانك أن تجلسي هنا. لا تقدم المرأة الكثير من المعلومات، لكن الضابط يتابع الاستجواب. لنرى من يكون ذلك الشاب. زميلي. زميلك؟ أجل. مرافقك في السفر أو؟ لا، إنه زميلي المقرب. ليس زميلا عاديا. آسفة. هذا ما نحتاج إلى معرفته. آسفة. أين التقيتما؟ لا، تعارفنا عبر الإنترنت. وأين التقيتما؟ في ألبانيا، وهنا في اليونان أيضا. المعذرة، قلت هنا. انتهت المقابلة حاليا. يركز الضباط الآن على صديق المرأة المزعوم. يملك جواز سفر بريطانيا، لكنه ولد في كوسوفو. هذه مشكلة بالفعل، كما أنهما اشتريا تذكرتيهما بنفس الطريقة. بما أنه قد تكون هناك مشكلات أخرى، سنفتش حقيبته. لو سمحت.
كشفت شرطة الحدود مسبقا شبكة إجرامية مقرها في كوسوفو تنقل الأشخاص إلى أيرلندا وبريطانيا، ونشعر أن هذه الحالة مشابهة. هل تحمل وثائق أخرى في الحقيبة؟ لا. إن كنت تحمل الوثيقة فسلمني إياها حالا. لا، تفقدها من فضلك. سيدي، إنها الوثيقة الأخرى. كشف الضابط كذبة المسافر، لكن يكفي هذا لجعله يتكلم؟ لا أدري. أهذه لك؟ لا. الحقيبة لك؟ هذه أجل. والوثيقة؟ أوقفت الشرطة القضائية مسافرا وصل على متن رحلة من أمستردام. أنا الوحيد الذي يملك رسوما على جسده من بين المئات. لا ترسم على جسدك في المرة القادمة. يدعي الرجل أنه منسق أغاني جاء إلى روما ليحيي حفلة، لكن يشك الضباط أنها مجرد كذبة لإخفاء نشاطات مخالفة. أنا أستحم، لذلك أملك مستحضرات عديدة. يسرني أنك تستحم. مثل تهريب الممنوعات. ما هذه الكبسولات البيضاء داخل الحقيبة؟ ما هذه الأشياء البيضاء؟ هكذا أتت. أليست ممنوعات؟ أليست ممنوعات؟ وجدنا داخل حقيبته عدة عبوات من سائل الاستحمام والشامبو وما شابه. داخل إحدى العبوات الشفافة استطعنا رؤية مواد بيضاء صغيرة. هذه ممنوعات؟ لا. لا. هل أنت متأكد؟ سنجري اختبارا، لذلك من الأفضل لك أن تتكلم. لا، ليست ممنوعات. ليست ممنوعات، إنها لآلئ وحكمة تطيل الحياة. الرجل الذي كان يستخف بالشرطة سابقا بدأ يظهر علامات الانهيار. هيا اجلس، سيستغرق هذا وقتا أكثر من المتوقع. بدأ سلوك الرجل بالتغير وبدا يائسا. تعمل الشرطة على إيجاد جميع الكبسولات المخبأة. انظر إلى المفاجأة التي نخبئها لك. انظر، في حال ارتفعت حرارتك أثناء تشغيل الموسيقى. اتضح أن المواد البيضاء كبسولات مغلفة بالبلاستيك وموضوعة بداخل بعض عبوات الشامبو وعبوات سائل الاستحمام وعبوات المرطب وغيرها. افتحها. سنفتحها جميعها. تمهل تمهل، لدينا مفاجأة أخرى. حضر نفسك، حضر نفسك. انظر كم أنها معبأة بشكل مرتب. عمل رائع حقا. بذلت جهدا كبيرا، صحيح؟ سنجري اختبار الممنوعات الآن. سيؤكد الاختبار محتويات الكبسولات، كما سيؤكد صحة معلومات الشرطة التي تصرف وفقها الضباط. لعبة، أحدهم يفوز والآخر يخسر. تشير لغة جسد المشتبه فيه أنه استسلم لمصيره المحتم. ها أنت ذا. فيوميتشينو، روما. احتجزت شرطة القضاء الإيطالية مسافرا قادما من أمستردام. انظر إلى المفاجأة التي نخبئها لك. يا للهول. خلال التفتيش كشف الضباط وجود كبسولات مشبوهة مخبأة في حقيبة لوازم استحمام الرجل. سنجري اختبارا على الممنوعات. ها أنت ذا. ليس من الأنواع المعتادة الثلاثة، لكن الاختبار يشير إلى أنه مسحوق مادة خطيرة. إنها كبسولات صغيرة تحوي ممنوعات تأكدنا من كونها مسحوق مادة ممنوعة خطيرة. تحدث هذه الأمور، أمور غير متوقعة في الحياة. لم يقبض عليك من قبل، قدمت إلى روما، قبضنا عليك فقط لأنك تملك رسوما، صحيح؟ لم نشك بك لأنك تملك رسوما، بل كنا على يقين لا أكترث لأمر رسوماتك. هل تفهم؟ بعد اكتشاف الممنوعات قرر المسافر الاعتراف. ماذا يدفعك لفعل هذا؟ لأن عملي لا يجري بشكل جيد، والليل طويل. الليل طويل، علي أن أتاجر، وإلا فلن تكفي النقود. قال: أشتري وأبيع الممنوعات بنفسي. سيتطلب منه تحضير الكبسولات ليلتين أو ثلاثا، وبينما يحيي الحفلات يبيعها بشكل جانبي لكي يعزز مدخوله. هذا ما قاله، كما أنه اعترف بأنه فعل هذا سابقا في أماكن أخرى، لكن هذه المرة فشلت خطته لأننا قبضنا عليه. هل يدفعون لك حالما تبيع الممنوعات؟ في النادي.
بين أمتعته وجدت الشرطة أكثر من 20 كبسولة مغلفة بعناية. خبئت الكبسولات بعناية فائقة داخل العبوات لتجنب اكتشاف الكلاب التي تشم الممنوعات لها. سيصعب عليها التقاط رائحتها داخل عبوة سائل الاستحمام. تحتوي كل كبسولة على 10 جرامات. صحيح. الوزن الكلي للمسحوق المصادر هو 200 جرام تقريبا. كانت ستباع خلال الحفلات التي يحييها المسافر كمنسق أغانٍ. أهناك شيء تود أن تقوله؟ أنا آسف ونادم، لكن الوقت تأخر قليلا على الندم. هذه لعبة شرطة ولصوص، نفوز أحيانا ويفوزون أحيانا أخرى. كنا الفائزين هذه المرة. هل ستكون هادئا أم علينا استخدام الأصفاد؟ أنا بخير. أصبح المسافر في قبضة النظام القضائي الإيطالي. بدلا من تقديم عرض في ناد مكتظ بالناس، ستكون حفلته القادمة في المحكمة أمام القاضي. ستكمل الشرطة تحقيقها لمعرفة مصدر ممنوعات الرجل وما إن كان يعمل بمفرده حقا. يا له من يوم، اخترت اليوم المثالي. هذا مؤكد. لمحاولة تهريب أكثر من 200 جرام من الممنوعات قد يواجه الرجل 6 سنوات في السجن كحد أدنى. أوقفت شرطة الحدود ثنائيا يحاول السفر إلى دابلن أيرلندا. أوراقك اليونانية ما خطبها؟ ليست صالحة. تحمل السيدة هوية تم التلاعب بها ولم تتعاون، لذا ركزت الشرطة على رفيقها البريطاني. أرني إياها. واكتشفوا شيئا على الفور. تخصك؟ لا. هذه حقيبتك. أجل. والوثيقة؟ لم تسبق لي رؤيتها. حسنا، سأسألك مرة أخرى، هل تحمل أوراقا أخرى؟ لا. لما لم تخبرني أنك تحمل هذه الوثيقة؟ لا أدري. هذه تخص شخصا آخر، تعود لشخص آخر. اكتشاف هوية امرأة مختلفة بين أمتعة الرجل تقترح أنه جزء من منظمة إجرامية. ألا تعرف هذا الشخص؟ لا. لماذا بقيت هذه الورقة في الداخل؟ لا تعلم، لكنها تخصك. هذا أفضل لك، هذا أفضل. لم أرها من قبل. أتحمل أوراقا أخرى في حقيبتك؟ أين؟ أتحمل أوراقا أخرى في حقيبتك يا سيد؟ هذه له؟ تخص المرأة. كما وجد الشرطيان جواز سفر المرأة الحقيقي. إنها من ألبانيا. وجدنا بين أمتعة المواطن البريطاني جواز سفر المرأة الحقيقي. نعتقد أنه كان يحاول تهريبها إلى دبلن باستخدام هوية مزورة. هذه الاستمارة من أجل صورة المرأة وبصمتها. لسوء الحظ ستعتقل المرأة لأنها استخدمت أوراقا مزيفة. اعتقل المواطن البريطاني ويرجح أنه سيدخل السجن لأنه حاول تيسير عملية دخول غير شرعية. الميسر هو شخص ينتمي إلى مؤسسة تكسب من مثل هذه النشاطات. أصبح المسافران في قبضة نظام القضاء الإيطالي. قد تواجه المرأة 2 في السجن لحملها هوية مزيفة. إن ثبتت عليه تهمة تمرير هجرة غير موثقة فقد يواجه الرجل حتى 5 سنوات في السجن. وصلت رحلة من أمستردام للتو، وتفتش وحدة الشرطة القضائية لمكافحة الممنوعات المسافرين. صباح الخير، أوراقك من فضلك، هوية أو رخصة قيادة؟ تجري العملية بسلاسة، لكن يبدو أن مسافر الرحلة الأخير يحاول تجنب التفتيش. أوراقك رجاء. لا مشكلة. من أين تسافرين؟ من أمستردام. أمستردام، وما غرض زيارتك؟ تنتظرني والدتي في الخارج، إنها مسنة. أجل. بالنسبة إلى الشرطة، شيء في سلوك المرأة يشير إلى أنها ربما لا تقول الحقيقة. تعالي نتحدث قليلا. هل هناك مشكلة ما؟ تعالي لنتأكد من بعض الأمور. قررنا إجراء تفتيش عشوائي على المسافرين. خلال التفتيش أثارت انتباهنا مواطنة كوبية
وصلت على متن رحلة من أمستردام. كم ستبقين في إيطاليا؟ 4 أو 5 أيام. أكثر أم أقل؟ أكثر من 4 أم أقل من 5؟ حوالي تلك المدة. عندما رأيتها تنزل من الطائرة بدت مرتبكة أو خائفة أو مذعورة نوعا ما. تبدو المسافرة متوترة ومترددة. تقول إنها تعيش في أمستردام وسافرت إلى روما لتزور أمها، لكنها لا تقدم الكثير من التفاصيل. ضعي حقيبة يدك وحقيبة سفرك هنا. أخبريني الآن، هل أنت هنا لتزوري أمك حقا؟ أجل، أمي في الخارج وهي مسنة. مسنة؟ أجل. إنها امرأة مسنة. كيف تكسبين عيشك؟ أنا فنانة استعراضية. فهمت الآن، لكن ما المشكلة؟ لا أعلم، لست متأكدة من أن عملي يلقى احتراما هنا. إن أخبرتنا بأنك فنانة استعراضية فلا يختلف عن أي عمل آخر، طالما أنك هنا لتكوني فنانة. آمل ذلك. هل تحملين شيئا لا ينبغي لك أن تحمليه؟ لا. هل نفتش الحقيبة؟ لا أظن أن ذلك ضروري. أنبدأ بتفتيش حقيبة يدك؟ فتش الحقيبة، لكن هذا تفتيش روتيني للشرطة. انظري ما كتب هنا بأحرف كبيرة: شرطة. أجل. نحن نقوم بالتفتيش، نجريه بطريقة أو بأخرى. يبدأ الضابط بتفتيش حقيبة يد المسافرة. كل شيء قانوني. عندما ينتقلون إلى حقيبة السفر، يفاجئ ما بداخلها هؤلاء الضباط المتمرسين حتى. متأكدة أنك لا تحملين شيئا مخالفا؟ متأكدة من ذلك. يأخذ التفتيش منحا غير متوقع. لنخرج كل شيء منها. ما هذا؟ ماذا؟ أنا فيومتشينو، روما. أوقفت الشرطة القضائية سيدة قادمة من أمستردام تقول إنها جاءت لتزور والدتها. هل تحملين شيئا مخالفا لا ينبغي أن تحمليه؟ لا. هل نفتش الحقيبة؟ لا أظن أن ذلك ضروري. هل نبدأ بتفتيش حقيبة يدك؟ فتش الحقيبة، لكن يظن الضباط أنها قد تملك خططا أخرى. ما خطبك؟ لا شيء. لماذا جئت إلى إيطاليا؟ أخبريني. أتيت لأزور أمي فحسب. المحتويات فريدة، لكن جميعها قانونية. هل تحملين شيئا في جيوبك؟ لا أحمل أي شيء، يمكنك التأكد. هل تؤدين استعراضك بهذا؟ لا. هل أنت متأكدة؟ لماذا جئت إلى إيطاليا؟ أخبريني. أتيت لأزور أمي فحسب. ليس هناك إشكال لدى المسافرة. انتظري هنا بينما ننهي الأعمال الورقية. حسناً. يمكنها إكمال رحلتها الآن. سترى والدتها في روما. أريد زيارة كوبا أيضاً. ثم تتجه إلى كوبا لتزور أقاربها، وأخيراً ستعود إلى أمستردام. يمكنك الذهاب. أنا ممتنة لذلك. ستزورين والدتك؟ أجل. ثم إلى كوبا؟ أجل. هل ينتظرك أحد في هولندا؟ أجل، لا شك في ذلك. خلال موسم السفر الأكثر ازدحاما في روما، تصل 22 رحلة في اليوم تقريبا من الولايات المتحدة إلى فيومتشينو. لا يحتاج المواطنون الأمريكيون إلى تأشيرة دخول ليدخلوا إلى إيطاليا أو أي دولة أخرى تتطلب تأشيرة شنغن. بكل الأحوال يجب أن تبقى شرطة الحدود متأهبة. تم الاشتباه بامرأة تسافر من هيوستن في مكتب الهجرة. من فضلك هل جلستي؟ إنها مواطنة فلبينية تقول إنها تمضي شهر العسل مع زوجها الأمريكي. سافرت من دون فيزا، لا تملك فيزا، إنها فلبينية. عليها العودة. أخبرتها بذلك. سألتها ألم تخبرك شركة الطيران؟ كيف توقعت أن تدخلي؟ يبدو أن الخبر أحبط العروس الجديدة كثيراً. لم أتوقع أن أواجه كل هذه التعقيدات. لم أتوقع أنني سأحتاج إلى تأشيرة لأزور أوروبا. آمل أن أستطيع فعل أي شيء. لا يسعها فعل شيء سوى انتظار السلطات لتعالج قضيتها. يا سيدة، هل يمكنك أن تؤكدي لي أنك تملكين تأشيرة عبور إلى روما؟ إنني في شهر عسلي،
حسناً، زوجي. وأين ستذهبين الآن؟ سنمضي يوما هنا ثم سنذهب في رحلة بحرية. من روما؟ عليك أن تدخلي إلى روما إذن. أجل، سنمضي الليلة هنا وتبدأ رحلتنا البحرية غدا. آسفة، لكنك لا تملكين تأشيرة دخول. كان يجب أن تخبرك شركة الطيران بذلك. أجل، أتفهم ذلك. أحتاج فيزا إلى أمريكا. لا أعلم لماذا لم يعلموك بذلك. آسفة. حسناً، عليك انتظار الشرطة الآن. سيتحدثون إليك وستشرحين الأمر لهم. هل أستطيع مكالمة زوجي هنا؟ إنه في الأرجح. أجل، تملكين هاتفاً أليس كذلك؟ لا، هاتفي لا يعمل. يبدو أن مخطط شهر العسل قد يفشل. لا أصدق أن زوجها تركها عالقة هنا. إنه هنا. في مكان ما من المطار يبحث العريس عن عروسه. يمكنها الاتصال به ليأتي إلى هنا. لا تحمل هاتفاً، كيف لا نتصل هاتف. به؟ فيوميتشينو، روما. احتجزت شرطة الحدود الإيطالية مسافرة فلبينية قادمة من الولايات المتحدة. سنمضي يوما هنا ثم سنذهب في رحلة بحرية. تقول إنها هنا لتمضي شهر العسل، لكنها لا تملك متطلبات الدخول. لا يمكن الدخول إلى أوروبا من دون تأشيرة شنغن. رحلتها على وشك أن تبوء بالفشل، وزوجها مفقود. لا تملكين تأشيرة دخول سيدتي، لأن جواز السفر هذا يحتاج إلى تأشيرة دخول إلى إيطاليا. حسناً؟ حسناً، ستعودين الآن، اتفقنا؟ حسناً؟ ألا توجد طريقة أخرى؟ لأنني هنا لمدة أسبوعين فقط. أنا في شهر عسل، أريد فقط لدي تأشيرة دخول أمريكية وبطاقة خضراء. البطاقة الخضراء مفيدة في أمريكا، لكنها لا تؤهلك لدخول إيطاليا، لأننا نطلب من حاملي جنسيتك تأشيرة دخول. آسفة حيال ذلك. حسناً؟ آسفة. بينما تنتظر العروس، تعثر الشرطة أخيراً على عريسها. لا تملك تأشيرة شنغن، لا يمكنها الدخول إلى إيطاليا من دون التأشيرة. ستمنع زوجتك من الدخول الآن. عليها أن تعود. أتريد أن تعود معها؟ أجل سيدتي، كيف نحصل على تأشيرة دخول؟ في السفارة قبل السفر وليس بعده. لا يمكنك الحصول على تأشيرة بعد السفر. أليس بوسعنا فعل شيء؟ لا. اجتمع الثنائي أخيراً، لكنهما رفضا. فشلت خطط شهر العسل. كنا سننطلق من تشيفيتافيكيا ونمر عبر اليونان والجبل الأسود ثم كرواتيا. يمكنك الذهاب الآن. أجل، لن أذهب من دونك، تعلمين ذلك. أعلم، أقول إنك تستطيع. ما زلت آمل أنهم سيجدون حلاً. بالنسبة إلى شرطة الحدود، لا توجد طريقة سهلة لإيصال الأخبار السيئة، لكن عليهم أن يطبقوا القوانين. لا يوجد حل، أنا متأسف، لا يجب بأس. الانتظار. حسناً. سيصعد الثنائي على متن الرحلة القادمة إلى حيث أتيا. سيحتفلان بما تبقى من شهر عسلهما هنا من وإلى فيوميتشينو مع كامل الاحترام. دائما ما يقيم مطار فيوميتشينو روما على أنه الأفضل في أوروبا بفضل حجمه، ومن أفضل ميزاته مراكز التسوق. للوهلة الأولى تبدو المتاجر غير محمية جيدا، ما يجعلها جذابة بالنسبة إلى اللصوص، لكن بكل الأحوال تبقي الشرطة الإيطالية عينها على المتاجر. أخذها أرأيت؟ وتتصرف بسرعة. أرسل لي صورة. شوهد رجل يضع أغراضا من المتجر في حقيبته، ويجب أن يوقفه فريق الشرطة الإيطالي قبل أن يستقل رحلته. صباح الخير. تصريح الركوب وجواز السفر من فضلك. الوثائق. هل أنتما معا؟ معا؟ لا. ليس واضحا إن كانت المرأة متورطة، لكن بما أنهم لم يروها عبر الكاميرا فيمكنها الذهاب. لكن يجب أن يعاقب الرجل على فعلته. تعال معي. هل سبق وواجهت مشكلة مع الشرطة؟ لا. هل أخذت شيئا ما؟ لا. تبدو اللغة عائقا.
لكن يحصل عميل شرطة إيتالبول على إجابته. أهذه أول مرة تفعلها؟ أقصد السرقة. أهذه المرة الأولى التي تفعل فيها شيئا كهذا؟ أجل. حان الوقت لإعادة المسروقات. أعطني المنتج الذي سرقته. 1. ماذا أيضا؟ ماذا عن الآخر؟ أخذت أكثر من 1 صحيح؟ أعطني كل شيء. 2 فقط؟ أجل. أعطني المعطف من فضلك. بالنظر إلى قيمة المنتجات، هذه جريمة سرقة صغيرة، تعال معي من فضلك. لكن قد تحيط بالمسافر مخاوف أخرى. كلمني بالإنجليزية. المعذرة ريكاردو، تعال إلى هنا. سيأتي بعد قليل. سيركب المسافرون الطائرة بعد 10 دقائق. عليك الانتظار يا سيدي. سرقت زجاجتي عطر وعليك الانتظار الآن. الرحلة القادمة، ليس هذه الرحلة القادمة. لن تسافر عبر هذه الرحلة، لن تصل في الوقت المناسب. يبدو أن توتر الرجل يزداد، وأخبار عدم إمكانية لحاقه بالرحلة يزيده توتراً. أيها الركاب، نرجو منكم التقدم إلى البوابة 6 لتصعدوا على متن الطائرة حالاً. ويكتشف فريق الشرطة السبب على الفور. أنتما الاثنان معا حقاً؟ لا. فيوميتشينو، روما، إيطاليا. قبض فريق أمن شرطة إيتالبول على مسافر سرق عطراً من المنطقة الحرة. تصريح الدخول وجواز السفر من فضلك. هل أنتما معا؟ لا. جريمته سرقة بسيطة ولن يواجه عواقب وخيمة، لكن هناك مشكلة. أنتما معا؟ لا. ماذا تعني بذلك؟ ينكر الرجل شيئاً وتشكل اللغة عائقاً مرة أخرى. جواز السفر. جواز السفر؟ نعم. من الواضح أن الثنائي يعرفان بعضهما، لكن هل هي شريكته في الجريمة؟ لنرى. تعالي معي قليلاً لنلقي نظرة. تعالي معي. افتح الحقيبة. أين الوصل؟ أخبرتك مسبقاً أنني اشتريت هذه الأشياء. أفرغي محتويات الحقيبة. المعذرة؟ ماذا؟ على الرغم من ادعاءات المرأة، سيحتاج طاقم الشرطة إلى إثبات. أين فاتورة هذين العطرين؟ اشتريتها كلها. أريد الفاتورة. من أي متجر اشتريتها؟ من أي متجر في السوق الحرة؟ لا أذكر. يبدو أن كلا المسافرين وقعا في ورطة. ألا تذكرين؟ لا أذكر. لنرى، هل يمكنك التحقق منها؟ هذا سهل. تؤكد الشرطة الإيطالية أن المنتجات لم تشترى قط. والآن سيتم تسليم المسافرين إلى الشرطة. حسناً، تعاليا معنا من هنا، من هذا الطريق. لا أفهم. ألا تفهمين؟ عندما تنتقين عطراً وتدفعين ثمنه لا تكون هنالك مشكلة، صحيح يا سيد؟ سينجز المفتش المسؤول إجراءات المسافرين بعد التأكد من جريمتهما. هل سوف تعتقلاننا؟ معتقلان؟ لا. حسنا. شكرا. وداعا. فوت الثنائي رحلتهما إلى مينسك، لكنهما سيصعدان على متن الطائرة القادمة. بعد أشهر قليلة سيتسلمان طلب استدعاء من المحكمة. وداعا. الوداع. انتهت مغامرات بوني وكلايد في مطار فيوميتشينو في الوقت الحالي. الثانية عشرة ليلاً، تستعد رحلة من لندن بريطانيا للمغادرة. تحقق وحدة شرطة الحدود في قضية. وصل شاب صغير ومن اسمه علمنا أن أصوله يونانية، لكنه اشترى تذكرة من تيرانا، ألبانيا، وحاول ركوب الطائرة. سترة داكنة سيصل إلى البوابة E16. لا، ما زال واقفاً بعد المطعم من الجهة اليمنى. تتبعت الوحدة المدربة بشكل خاص المسافر منذ وصوله. سأتحقق ما إن كنت أراه. دعني أرى. يراقبون تحركاته عن كثب.
أراه الآن يرتدي قميصا أبيض تحت المعطف. أجل أراه. بينما تستعد رحلة التي تتضمن 140 راكبا للانطلاق، تستعد الشرطة للتحرك. انطلقوا. فجأة عليهم تعديل خطتهم. كشف أمرنا وغادر. حاول المسافر الهرب، لكن الضباط كانوا مستعدين لإيقافه. تعال معنا. أعطني جواز سفره لأبحث عن اسمه الكامل. تأكدت شكوك الضباط. هذه مزورة، تبدو مزورة. من أين حصلت عليه؟ يعمل الضباط لاكتشاف هويته الحقيقية وما دفعه للسفر بوثائق مزورة. احضريها إلى هنا لو سمحتي. المعطف؟ كان عليهم أن يكملوا الاعتقال. خسرت كل نقودك لأن وثيقتيك مزورتان. يا لهذا. رأيت ملامح وجهك عندما رأيتها، فهمت أنها... أجل، هذا ما حدث. اسمع، أود أن أشرح لك ماذا يحدث الآن. علينا أخذ بصمتك الآن لأننا نريد التأكد من أنك لا تملك سجلاً في قاعدة بياناتنا. لذا قرر أن يحكي قصته. فيوميتشينو روما. أوقفت شرطة الحدود مسافراً يحاول السفر من لندن إلى دبلن باستخدام جواز سفر يوناني مزور. هذه مزورة، تبدو مزورة. اشتريته في ألبانيا. ألبانيا دولة كاملة. يشير صدق الرجل الألباني أن هذه هي المرة الأولى له. مبارك لك. ولماذا قررت أن تسافر عبر دبلن؟ لماذا؟ لماذا دبلن؟ أجل. لأنهم يقولون إن الألبانيين يمكنهم اللجوء هناك. في دبلن؟ في أيرلندا؟ في دوبلن. يقنعونهم بشراء الوثائق المزيفة. بالنسبة إلى شاب ألباني، 1000 يورو هو مبلغ كبير. إنه مبلغ كبير بالنسبة لي أيضاً، لكنه كبير بالنسبة لشاب ألباني. أظن أنك ذكي. إن قدم شخص ما طلب لجوء فعليه أن يشرح أنه قدمه لسبب ما. أنت لا تعيش في بلد يريد أحدهم قتلك فيه. لا، لدي ديون، لكن... أرجوك، لدينا ديون في إيطاليا أيضاً. لا أحد يريد قتلي. ادعاء اللجوء السياسي لا يبدو حقيقياً. بدلاً من دبلن، يبدو أن الشاب قد يتجه إلى الحجز. كيف تعلمت الإيطالية؟ أنا... من التلفاز؟ لا. هل درستها؟ لا، ارتادت أختي مدرسة إيطالية وتتحدث الإيطالية دائما في المنزل. أرأيت؟ أنت ذكي. أنت شاب ومتعلم. لا تهدر نقودك بحماقة. أنت محقة. أوافقك الرأي. طبعا محقة. في قبضة نظام القضاء الإيطالي لمحاولته السفر إلى أيرلندا باستخدام وثائق مزورة، قد يواجه حتى 5 سنوات في السجن. هذه مضيعة حقيقية للوقت. هذه وجهة نظرك. إنها كذلك بالنسبة إلي. هذا عمل الذي أتقاضى عليه أجراً. أنا لا. كون المرء شرطياً ليس وظيفة فحسب. نلتزم بعملنا كثيراً. نعرف أن وجودنا هنا يضمن حق السفر لكل المسافرين. ضع إصبعك من فضلك. شكراً لك. منحنا تشكيل منطقة شنغن مسؤولية إضافية. لا نمثل حدود إيطاليا فحسب، بل حدود أوروبا أيضاً. لا تملكين تأشيرة دخول، ستعودين الآن. بالنسبة إلى أولئك الذين لا يملكون مؤهلات الدخول إلى إيطاليا أو منطقة شنغن، نتحقق من هويتهم على الفور. نحتجزهم ونتحقق من وجود سجل إجرامي. علينا أن نأخذ بصمتك الآن لأننا نريد التأكد من أنك لا تملك سجلاً في قاعدة بياناتنا.
نلجأ إلى الترحيل عندما لا يلاقي أحدهم شروط الدخول إلى منطقتنا. لا تساعدك البطاقة الخضراء في الدخول إلى إيطاليا لأن جنسيتك تتطلب وجود تأشيرة دخول. نصادر الوثائق المزورة ونستحوذ على الممنوعات غير الشرعية أيضاً. نتيجة اختبار كشف المسحوق إيجابية. اعتقال شخص ما يتوقف على نوع الجريمة التي ارتكبها. لعبة، أحدهم يفوز والآخر يخسر. خسرت اليوم. بعد الجامعة كان بإمكاني الحصول على أي وظيفة. اخترت هذه لأنني أردت أن أشعر بأني أصنع فرقاً من أجل المجتمع وزملائي المواطنين.